حبايبنا طلاب الثانويه العامه، ازيكم وعاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده الحصه الاولى في الفراغيه في حل الواجب. احنا الحمد لله ربنا اكرمنا واشتغلنا معاك الاستاتيكا اول وحده وقفلنا الاحتكاك كويس وربنا اكرمنا فيه. حبيب قلبي النهارده هنشتغل شيت واحد ان شاء الله في الفراغيه. ركز معايا كده وسمي الله وصلي على النبي عشان نعرف نشتغل فيه. طب يا مستر شيت الواجب في الفراغيه الدنيا كانت كويسه الحمد لله، مع الاسئله المقالي مع الاختيارات الدنيا ظبطت معانا. طب يا مستر كان في 6 7 ورقات كده احنا كنا واخدينها واسئله كتير قوي المفروض دي كانت موجوده في الواجب، بس حليناها مع بعض في الحصه واشتغلنا عليها اللي كانت بدايات الفراغيه الحاجات السهله. هاجي اقول لك ايه؟ والله محور عين ده اسمه ايه؟ تقول لي اه والله اي نقطه على محور عين دي احداثي في العين والباقي صفار. اجي اجيب لك نقطه 5 وصفر و4 اقول لك دي فين تقع فين؟ تقول لي تقع في المستوى س عين لان الصب صفر، وهكذا. في الواجب انا مش حاطط لك ده صباح الهبل، انا هعمل ايه بده حبيب قلبي؟ ما هنحلهم مع بعض في الحصه ومرنك عليهم وممتحنك فيه 300 مره، انا مش عايزه. حاطين الاسئله اللي انا عايزك تشغل ايدك عليها وتتعود عليها كتير. الدنيا متجزاه معانا انت عارف، بننضم وبنلم كل الاسئله سواء شرح او واجب او امتحانات، بنلم كل ده الدرس يكون اتقفل معانا. لازم تقعد تشوفهم على اجزاء وتحل بالترتيب اللي احنا متفقين عليه. طب يا مستر الحاجات دي وانا بعيد على الواجب ابص عليها؟ طبعا، ما انت في طريقه مذاكرتك او في الدنيا متفقين ان احنا بنبص على الشرح وبنحل اسئله الشرح، والاسئله اللي احنا حليناها مع بعض بيبقى في صفحه احنا بنحلها مع بعض 5 6 7 صفحه بنحلها مع بعض في الحصه. الحاجات دي تبص عليها تاني وبعد كده تخش تحل لي شيت الواجب وبكمله لك انا طبعا يوتيوب وبعيد عليه. طب مستر الحاجات من دي كان في حاجات صعبه بتاعهم خلاص اشتغلنا عليها ودنيتها خلصت وانت خدت امتحنت عليها شبهها، مش كل الحاجات بتبقى في شيت الواجب، مش كل الحاجات بتتعرض على اليوتيوب. حلو الكلام. طب انا اكراما مني ان انا الحاجات اللي المفروض حضرتك تكون شايفها ما ينفعش اسيب طالب اليوتيوب لو حد بيتفرج علينا على حل الشيتات بس، فاحنا لازم حبيب قلبي تكون انت برضو ايه، اي سؤال فيه فكره، سؤال فيه حل جبري انت فاهمه وفاهم دنيته. فانا ان شاء الله ربنا يقدرنا النهارده في نهايه الحل اروح جايب لك سؤالين 3 كده من اللي احنا بنحلهم في الحصه واحلهم معاك عشان برضو تبقى استفدت استفاده القصوى. لان الواجب احنا بنخش في الايه، في اللي انا محتاجه على طول، ما بقعدش امهد واديك صفحتين 3 4 حل الحاجات البسيطه. انا مش عايز اتعبك في ده، انا عايزك تخش في اللي انا محتاجه منك. حلو الكلام. بس اكراما ليك في الاخر انا حاطط لك سؤالين 3 تقدر تستفيد بيهم. يلا سمي الله وصلي على النبي وتعالى نشوف الموضوع فيه ايه. بص يا معلم، اول حاجه بيقول لك انا عايز والله البعد بين النقطتين، لو عندي النقطة اللي اسمها أ والنقطة اللي اسمها ب كذا، يعني أنا عايز البعد بين نقطة أ ونقطة ب، عايز أجيب طول أ ب أو البعد. قلنا عشان أجيب طول أ ب ليها كام لفظ؟ 3. أقول لك عايز البعد بين أ وب، عايز أجيب طول أ ب، عايز معيار أ ب. يعني كان ممكن يقول لك يوجد البعد أو يوجد طول أ ب، أو يقول لك أنا عايز معيار أ ب. كل دي ليها نفس القانون اللي هو إيه؟ طول البعد بين النقطتين بتساوي جذر فرق السينات تربيع، يعني أطرح س الأولى من س التانية، يعني هيقول 7 ناقص 1 لكل تربيع زائد ص ناقص ص 0 ناقص 0 لكل تربيع زائد ع ناقص ع هنقول 4 ناقص 0 تربيع. كل ده تحت الجذر شوف طالع بكام، حطها على الآلة. طب هنا لو الألف بكذا والب بكذا يبقى عايز أجيب طول ألف ب اللي هو جذر. يلا فرق السينات تربيع فرق الصاد تربيع زائد فرق العين تربيع. يلا بينا. فرق الصاد هيبقى 4 ناقص 2 فرق السين انا اسف، فرق الصاد 1 ناقص 1، فرق العين 9 ناقص 6. طيب تالت حاجه معايا ادي الالف وادي الب، عايز اجيب طول الف ب او البعد او المعيار، الثلاث الفاظ نفس الحاجه. يلا س 1 ناقص س 2 يعني 1 ناقص سالب 2، السين اللي هنا ناقص السين اللي هنا، 1 ناقص سالب 2 تبقى 1 زائد 2 الكل تربيع زائد فرق الصاد تربيع زائد فرق العين تربيع. هقول 1 ناقص سالب 3 اللي هي 1 زائد 3 لكل تربيع. بعد كده سالب 7 ناقص سالب 7 يعني سالب 7 زائد 7 كل تربيع. شوف بالآلة طالعة كام، شوف بالآلة طالعة كام. حلو. ده كان عايز طول البعد. طيب قال لك اوجد احداثي نقطة منتصف أ ب، ومديك الألف ومديك الب. يلا هو أنا كنت بجيب نقطة المنتصف إزاي؟ والله كنت بقول المنتصف افتكر معايا وافتح قوس كده اقول بص على الاتنين على الاتنين على الاتنين، مجموع السينات يعني السين اللي هنا زائد السين اللي هنا على الاتنين، 1 زائد 4 على الاتنين، سالب 3 زائد سالب 1 على الاتنين، 2 و4 على الاتنين، يعني 2 زائد 4 على الاتنين. شكرا. هيبقى هنا معاك 5 على الاتنين و سالب 4 على الاتنين اللي هي سالب 2 و6 على الاتنين اللي هي 3. شكرا ادي النقطة. وهكذا. هات اللي بعديها. عايز نقطة منتصف أ ب، هقول والله منتصف، نقطة المنتصف بتساوي افتح قوس قول على الاتنين على الاتنين على الاتنين، مجموع السينات على الاتنين يبقى سالب 3 زائد سالب 6 على الاتنين، يعني سالب 3 ناقص 6 على الاتنين. 5 زائد 4 على الاتنين
بعد كده 5 زائد 8 على 2. شكرا. اقسم سالب 3 وسالب 6 سالب 9 بقت سالب 9 على 2. و 5 زائد 4 9 على 2 بقت 9 على 2. 5 و8 13 بقت 13 على 2. شكرا. انا كده حليت. افتكر معايا كل اللي عايزك تعرفه ايه، ان ا ب طول البعد بالنقطتين، جذر فرق السينات تربيع زائد فرق الصاد تربيع زائد فرق العين تربيع. طب المنتصف كنت بجيبها ازاي؟ بقول مجموع السينات على الاثنين، مجموع الصاد على الاثنين، مجموع العين على الاثنين. شكرا. خلصت الجزئيه دي. طيب خش معايا على تاني صفحه في الواجب. بيقول لك انا معايا ج نقطه في منتصف ا ب، يعني ج هي نقطه المنتصف بتاعت ا ب. هو بيقول لك وكانت تقع في المستوى الاحداثي ص ع. هنا نقف بقى، نقطة المنتصف نفسها تقع في المستوى الاحداثي ص ع. يعني ايه نقطة تقع في المستوى ص ع؟ يعني السين بتاعتها بصفر. حلو الكلام قوي. يعني انا بالنسبة لي هي صفر وحاجة في الصاد وحاجة في العين ما يشغلنيش. المهم اللي انا عرفته المعلومة ان هو صفر س. حلو. فبيقول لك وكانت ا بتساوي كذا وب بتساوي كذا، ايه وجد كاف، هو عايز قيمة كاف بكام. حلو. يلا هروح اطبق انا قانون المنتصف اللي ده الناتج بتاعه. وانا عرفت الناتج ده منين يا مستر؟ ده قال لي يقع في المستوى الاحداثي ص ع، يعني السين بصفر، يبقى بتساوي مجموع السينات على الاثنين، مجموع الصاد على الاثنين، مجموع العين على الاثنين. حلو. يلا هيبقى 3 زائد كاف زائد 2 كاف على الاثنين، يعني 3 زائد كاف زائد 2 كاف على الاثنين. يا مستر ما تجمع كله على بعضه، لا امشيها خطوه خطوه عشان ما تتلخبطش. 3 زائد كاف زائد 2 كاف على الاثنين طب هو الباقي فارق لي ولا انا عايز بتاعت السين بس اللي اجيب منها كاف؟ الباقي مش مهم، بس تعالى نجيبه عشان احنا ايه اكننا بنراجع يعني. 5 زائد 1 على الاثنين وبعد كده 2 زائد 2 على الاثنين. شكرا. يلا فبالنسبه لي بقى صفر وصاد وعين بيساوي 3 زائد يبقى 3 زائد 3 كاف على الاثنين و 5 زائد 1 5 زائد 1 على الاثنين ب3 و2 زائد 2 على الاثنين ب2. حلو. يلا ساوي السين بالسين، هيبقى صفر بتساوي 3 زائد 3 كاف على الاثنين، طرفين في وسطين، ده في ده بيساوي ده في ده، بقى الصفر بتساوي 3 زائد 3 كاف. من هنا هات الكاف وادي ده الناحية التانية بعكس الإشارة، بقى سالب 3. المفروض هنا في 3 والمضروب يروح مقسوم، فهتشيل دي يبقى على 3، يبقى الكاف بتساوي سالب 1. شكرا. خلصت. في مشاكل ولا اي مشاكل كده؟ خش معايا على اللي بعده. يلا بينا. بيقول لك ايه؟ اوجد طول العمود المرسوم من النقطه دي على محورين. يعني ايه طول العمود المرسوم؟ طول العمود اكنه بيقول لك اوجد البعد من النقطه دي لمحور عين. اتفقنا لما يطلب البعد عن محور بيساوي ايه؟ بيساوي جذر الاثنين اللي ما قالهمش. مش هو قال لك عايز البعد عن محور عين؟ عايز البعد عن محور عين، يبقى جذر س تربيع زائد ص تربيع. طب هي الس بكام؟ 3 تربيع زائد الص بكام؟ 5 تربيع. شكرا. خلاص خلصت. شوف طالع معاك كام بالآلة. حلو. يبقى 25 و9 طالع جذر 4 وايه؟ يا كريم يا رب. طالع جذر 34. في مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ بص معايا ابتدي ايه؟ نخش على اسئله الاخطر. بيقول لك ايه؟ اختر الاجابه الصحيحه. مستويات الاحداثيات س وصاد وصاد وعين يتقاطعان فين؟ بص يا حبيب قلبي، ادي المحاور الثلاثه س صاد عين. بيقول لك والله المستوى اللي اسمه س صاد اهو، ادي المستوى س صاد يتقاطع مع المستوى اللي اسمه صاد عين اهو. الاتنين دول مع بعض يتقاطعوا فين؟ حضرتك مش واخد بالك ان دول يتقاطعوا مع بعض في محور، يتقاطعوا مع بعض في محور صاد نفسه. ايه المشترك بين الجزء ده والجزء ده؟ محور الصاد نفسه. شكرا. حليت سؤالي. في مشاكل ولا اي مشاكل ان شاء الله؟ ركز معايا. بيقول لك ايه؟ المستقيمان س س شرطه وعين عين شرطه يكونان مستوى الاحداثيات الذي معادلته ايه؟ صلى على النبي. تعالى نشوف دول بس يكونان مستوى ايه وبعدين نشوف اسمه ايه. حلو. بص معايا في الرسم، ادي مستويات بتاعتي.
ادي المستويات بتاعتي. هقول والله ده س وده ص وده عين، فبالنسبه لي ادام ده س يبقى بالنسبه لي اللي داخل لجوه كده ده س شرطه، وده عين يبقى اللي نازل لتحت كده عين شرطه، ده الموجب وده السالب. حلو. بيقول لك والله بقى هو عين شرطه ده وس س شرطه يحصران المستوى الذي معادلته بتساوي ايه؟ مش ده س شرطه وعين شرطه هيكونوا مستوى ملوش دعوه خالص بالصاد اسمه س عين او س شرطه عين شرطه، اي حاجه منهم بقى مع بعض. حلو. يبقى المستوى اللي اتبقى لي اسمه ايه؟ اسمه ص بتساوي صفر. اسالك سؤال تاني، هو لو احنا كنا بنقول ايه محور الصاد معادلته ايه؟ معادله محور الصادات كنا بنقول س بصفر، طب معادله محور السينات كنا بنقول ص بصفر. ده امتى؟ ده زمان ايام ما كان عندك ايه؟ ايام كان عندك محورين بس، دلوقتي عندك 3 محاور. كنا بنقول معادله محور السين اقول لك ص صفر وعين صفر. حلو. فهنا هيكونوا مستوى اسمه ايه؟ اسمه ص بتساوي صفر بس. شكرا. ده اللي مش موجود معايا اصلا في المستوى ده، اسمه ص بتساوي صفر. بص معايا كده على اللي بعده. بيقول لك معادله محور عين في الفراغ. اتفقنا ان معادله محور س اقول الصاد صفر والعين صفر. طب معادله محور ص اقول س صفر وعين صفر. طب معادله محور عين س صفر وصاد صفر. من الاخر اللي نطقوا بروح قايل انا الاثنين التانيين ايه؟ اصفار. فهو بيقول لك عايز معادله محور عين في الفراغ، اذا س صفر وصاد صفر. بيقول لك والله احداث نقطه منتصف د ه حيث د بتساوي 2 و3 و3 وهي بتساوي 6 وسالب 1 وايه؟ وسالب 4. مديك الد وه وعايز نقطه المنتصف، اروح اقول ايه؟ والله المنتصف بتساوي، تروح فاتح قوس تقول ايه؟ على الاتنين على الاتنين على الاتنين. حلو. مجموع السينات على الاتنين يعني 2 و6، اقول 2 زائد 6 على الاتنين. وبعد كده 3 وسالب 1، وبعد كده 3 وسالب 4. شكرا خلصت دنيتي. 2 زائد 6 8 على الاتنين 4، و 3 ناقص 1 على الاتنين 1، و3 ناقص 4 على الاتنين سالب نص. شوف كده 4 و1 وسالب نص فين؟ اهي. في مشاكل كده ولا اي مشاكل ان شاء الله؟ بص معايا. بيقول لك اذا كانت النقطه اللي اسمها 2 ا والف زائد 3 و5 تقع في مستوى الاحداثيات س ع. مبدئيا كده قال لك تقع في المستوى الاحداثي س ع، اذا الصاد بايه؟ بصفر. ينطق 2 يبقى الثالثه بصفر. طب لما كان بينطق حاجه يبقى الاثنين التانيين ايه؟ بصفر. بيقول لك في المستوى الاحداثي س ع اذا ص بتساوي صفر. في المستوى الاحداثي س ع هاجي اقول عند الصاد بتساوي صفر ولا مقياس الصاد؟ مقياس الصاد. يعني هقول ا زائد 3 بيساوي صفر. من هنا الالف طالعه معايا بكام؟ سالب 3. شكرا خلصت انا الليله بتاعتي. فان بعدها عن المستوى الاحداثي ص ع. عايز بقى بعدها عن المستوى الاحداثي ص ع. اتفقنا ان البعد عن المستوى الاحداثي ص ع يعني مقياس السين، يعني مقياس الايه؟ السين. تاني بيقول لك عايز البعد عن المستوى الاحداثي ص ع، فاروح انا جايب مقياس السين. طب هي السين بكام؟ السين ب 2 ا اللي هي بكام؟ ما هو الالف بسالب 3 يعني 2 ا اللي هي بسالب 6. يعني انا هرجع اعيد صياغه النقطه دي بعد ما جبت قيمه الالف هتطلع كام؟ 2 ا يعني 2 في سالب 3 بسالب 6. وبعد كده ا زائد 3 يعني سالب 3 زائد 3 اللي هي صفر. والعين ب5 زي ما هي. حلو. بيقول لك بقى انا عايز البعد الاحداثي عن المستوى ص ع. ادام المستوى البعد عن المستوى ص ع، لو تفتكر كنا بنقول البعد عن المستوى ص ع بتساوي مقياس السين. مقياس الايه؟ السين اللي هو مقياس السالب 6، يعني تطلع معاك بكام؟ ب6. شكرا ان انت خلصت. طيب طبعا مش هنتكلم في الاسئله السهله، احنا الواجب ما فيهوش الاسئله السهله العبيطه لما كان بيجي يديك نقطه 2 و3 و0 ويقول لك دي منتميه لايه، تقول له في المستوى س ص وكده. ده موجود اخر 6 صفح في الشرح اللي اتكلمنا فيهم، اللي كنا حاطين لك فيه حوالي ايه 50 60 سؤال اختر كده، اللي كنا ايه لامين فيهم كل الاختر، كل الحاجات اللي في بدايه الدنيا دي اللي هي بره عن القوانين اللي كنا بنفهمك فيها يعني ايه فراغيه. تمام. فده مش هنعيده في الواجب، ده خلاص انت حليته والدنيا سهله فيه. طيب يا كريم يا رب. بعد كده بيقول لك ايه؟ اذا كانت النقطه 6 و0 و3 والنقطة اللي اسمها ب اللي هي 7 و1 و7 والنقطة اللي اسمها ج اللي اسمها 9 و3 15 تقع على استقامة واحدة. شكرا يا سيدي. طب انت برضو محتاج ايه؟ بيقول لك والله انا عايز ا تقسم ب ج بنسبة ايه؟ مش فاهم يا مستر. صلي على النبي. الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انا عندك نقطة اسمها ا اللي هي 6 و0 و3 ونقطة اسمها ب اللي هي 7 و1 و7. جميل.
ونقطة اسمها ج اللي هي 9 و3 و15. حلو قوي الكلام ده. بيقول لك والله انا عايز ا تقسم ب ج بنسبة ايه؟ يعني انا دلوقتي هيبقى عندي قطعة مستقيمة تسمى ب ج. قطعة مستقيمة بدايتها اسمها ب ونهايتها اسمها ج. حلو. بيقول لك الالف دي تقسيمها يعني ايه؟ يعني بينهم. بس خلي بالك ده اللي انت بس عارفه. هو انا القطعة المستقيمة ممكن يجي لها منصف من الداخل او من خارج. يعني ايه يا مستر؟ ما هو لو انت الالف هنا مثلا يا حبيب قلبي مش هتقسم القطعة المستقيمة كده يبقى الف ب والف ج، او ممكن تكون كده. ادي عندك ب وادي عندك ج وعندك الف تقسمها من الخارج. يعني هقول الف ب الى الف ج، ما هي دي برضو نسبة. فاهم حاجة؟ يبقى يا اما من الخارج يا اما منين؟ من الداخل. انا دايما في شغلي هفرضها من الداخل واروح احل من الحل استنتج هي من الداخل ولا من الخارج، وهفهمك دلوقتي ازاي. اتكلمنا في ده في الشرح وبنعيده في الواجب. بص يا حبيب قلبي، انا عشان اعرف النسبه كده النسبه سواء من الداخل او من الخارج بتبقى هي. حلو. يعني مثلا لو النسبه طلعت معايا 3 الى 4 فبتبقى 3 الى 4 من الداخل، لو من الخارج هتبقى 4 الى 3. بنعكسها بس الارقام واحده. حلو. فتعالى نجيب النسبه وبعد كده نشوف هل هي من الداخل ولا من الخارج. طيب هجيب النسبه ازاي؟ والله هو مش قال لي ان ا هي اللي تقسم ب ج؟ يا مستر يبقى انا هعمل ايه؟ هروح اجيب طول القطعه اللي اسمها ا ب واجيب طول القطعه اللي اسمها ا ج واقسمهم على بعض هطلع النسبه. بس بعد ما اعمل ده انا كده عرفت النسبه، بس اللي عرفت هي من الداخل ولا من الخارج لسه ما عرفتش. هعرفك تعرفها ازاي دلوقتي. حلو. طيب اروح اجيب ا ب اللي هو جذر فرق السينات تربيع زائد فرق الصاد تربيع زائد فرق العين تربيع اللي بنتكلم فيه بقالنا مليون مره. حلو. فرق السينات تربيع يعني هقول 6 ناقص 7 تربيع زائد فرق الصاد تربيع اللي هو 0 ناقص ايه؟ 1 تربيع. 0 ناقص 1 تربيع زائد 3 ناقص 7 ايه؟ تربيع. الالف ب هتطلع معايا 3 جذر 2. حلو. واروح اجيب الالف ج هيبقى جذر فرق السينات تربيع اللي هو هيبقى بالنسبه لي 9 ناقص 7 تربيع، انا اسف 9 ناقص 6 تربيع الف ج زائد 3 ناقص 0 تربيع زائد 15 ناقص 3 لكل تربيع. هتطلع معايا 9 جذر 2. حلو الكلام ده؟ فل الكلام ده. وانا بقول لك بالمره روح هات لي ب ج وهفهمك ليه. يعني انا بجيب كل حاجه، بجيب ا ب والف ج ده انا هقسمهم على بعض يدوني النسبه. حلو. وبعد كده روح هات القطعه المستقيمه كلها اللي هي ب ج وهفهمك دلوقتي حالا ليه. ب ج بتساوي جذر فرق السين تربيع زائد فرق الصاد تربيع زائد فرق العين تربيع. يلا يبقى 9 ناقص 7 كل تربيع زائد 3 ناقص 1 تربيع زائد 15 ناقص 7 تربيع طالعه معايا 6 جذر 2. حلو قوي الكلام ده. طيب انا هجيب النسبه ازاي؟ هروح اقول ا ب على ا ج. والله ا ب على ا ج قلت لك بروح اجيب طول ا ب وطول ا ج واروح اقسمهم على بعض عشان اطلع النسبه. فهقول والله 3 على جذر 2 على 9 على جذر 2، الجذر 2 مع الجذر 2 طلع معايا 1 الى 3. حلو الكلام؟ حلو الكلام. فالنسبه بالنسبه لي دلوقتي 1 الى 3. حد هيقول لي يا مستر او 3 الى 1. حلو. ما انا لسه ما عرفتش من داخل ولا من الخارج. حلو. طيب اعرف منين بقى هل التقسيم من الداخل ولا من الخارج؟ بص يا حبيب قلبي، الموضوع كله فين؟ حضرتك مش رحت عملت جبت ا ب والف ج وقسمتهم على بعض جبت النسبه انا وجبت طول ب ج وقلت لك هتعرف ليه دلوقتي. ليه بقى تجيب طول ب ج بقى؟ ما هو انا دلوقتي عايز اعرف هو يا ترى يقسم من الداخل ولا من الخارج. حبيب قلبي مش هو لو من الداخل يبقى اكيد طول ا ب زائد طول ا ج بيساوي الب ج كلها. مستر طبعا، ما هي دي ودي جزء من القطعه المستقيمه كلها اللي اسمها ب ج. فلو النقطه دي في الداخل يعني تقع على المستقيم ب ج بينهم، يعني بين نقطه ب وبين نقطه ج، يبقى اكيد ا ب زائد ا ج هي طول ب ج كله. يبقى انا لو جبت ب ج طلع بيساوي ا ب زائد ا ج، اذا كده التقسيم منين؟ من الداخل يا مستر. طب لو طلع لا يساوي يعني اكبر، لو طلع ب ج، لو طلع مجموع الاثنين ب ج لا يساوي ا ب زائد ا ج، او ممكن اكتبها ازاي؟ ممكن اقول والله هيطلع ان الب ج اصغر من ا ب زائد ا ج، كله متاح. المهم ان هو لا يساوي، لو يساوي يبقى من الداخل. لو لقيت ان مجموع الاثنين اكبر من الب ج اذا ده اسمه ايه؟ اسمه والله مستر تقسيم من الخارج. تعالى بقى نطبق على مسألتنا. هو الب ج اسمه ايه؟ والله الب ج اسمه 6 جذر 2. حلو.
والف ب زائد الف ج ب 12 جذر 2. اجمع كده 3 جذر 2 زائد 9 جذر 2 بالاله هيديك 12 جذر 2. ايه الاكبر؟ اكيد مجموع الاثنين دول اكبر، يبقى التقسيم من الداخل ولا من الخارج؟ من الخارج يا مستر. شكرا خلصت. 1 إلى 3 من الخارج. جبت النسبه منين؟ لما جبت الف ب والف ج ورحت قاسمهم على بعض جبت النسبه. اعرف منين؟ من الداخل ولا من الخارج؟ هجمع الالف ب زائد الالف ج وقارنه بطول القطعه المستقيمه نفسها، لو طلعوا يساووا بعض يبقى من الداخل، لو اصغر تبقى من الخارج. حلو حلو. خش معايا اللي بعد. سمي الله. بيقول لك ايه؟ اذا كان ا ب ج مثلث فيه النقطه د منتصف ب ج ومديك هو ا ب ج وعايز طول ا د. مش فاهم يا مستر، تعالى نرسم ونتكلم ونشوف الموضوع فيه ايه. سمي الله. بيقول لك والله دي نقطه ا ودي نقطه ب ودي نقطه ج. حلو قوي. طيب بيقول لك ا ب ج مثلث فيه نقطة د منتصف ب ج، يبقى د دي فين؟ في نص ب ج. ادي نقطة د. أنا عايز طول أ د، عايز طول ده كله. حلو قوي. طيب أنا البعد بين النقطتين بقول جذر الفرق السينات تربيع زائد فرق الصاد تربيع زائد فرق العين تربيع، ده لو أنا معايا الإيه؟ النقطتين. طب أنا الدال أصلا مش معايا يا مستر، أنا معيش غير الألف اللي هي أصلا بكام؟ ب3 و1 و5، والب اللي هي بكام؟ ب2 و3 و7، والجيم اللي هي ب0 و3 و1. شكرا قوي. طيب انا عايز طول القطعه ا د. طب ما هي د مش معايا، بس هو قال لك ان ده المنتصف ب ج. روح انت هات د من قانون المنتصف اللي هو مجموع السينات على الاثنين ومجموع الصاد على الاثنين ومجموع العين على الاثنين. اجمع حبيب قلبي 2 زائد 0 ب2 على الاثنين ب1، 3 زائد 3 6 على الاثنين ب3، 7 و1 8 على الاثنين 4. فانت كده جبت نقطة د اللي اسمها 1 و3 وايه و4. طب انا عايز اجيب طول ا د، ما هو اللي قال لي يبقى جذر فرق السينات تربيع زائد فرق الصاد تربيع زائد فرق العين تربيع. اطرح حبيبي 3 ناقص 1 ب2 يبقى 2 تربيع، زائد 1 ناقص 3 سالب 2 سالب 2 تربيع ب4، زائد 5 ناقص 4 1 تربيع ب1. فبالنسبة لي هنا ا د هتطلع جذر 9 اللي هي 3. شكرا خلصت. خش معايا اللي بعده. بيقول لك والله اذا كانت النقطة ا بتساوي 3 وسالب 4 وب سالب 4 و0 وب بتساوي 15 و0 و2 وج بتساوي 0 وسالب 8 وايه و4. بيقول لك دول 3 نقط في الفراغ. شكرا يا سيدي. بيقول لك ودول رؤوس مثلث اسمه ا ب ج، فإن بعد المركز الهندسي للمثلث عن المستوى الإحداثي س ع يكون، يا ترى اكبر من بعده عن المستوى س ص ولا اصغر من او يساوي بعده عن المستوى س ص ولا اكبر من بعده عن المستوى ص ع ولا ايه الدنيا؟ انا ما اعرفش. طب مش انا الاول اروح اجيب البعد؟ يعني ايه يا مستر؟ حبيب قلبي مش هو مديك الثلاث نقط ا ب ج وقايل لك ان ده مثلث؟ مستر خلاص احنا المثلث هنعتبره هو المثلث اللي انا رسمه. حلو. تعالى بس نغير احداثيات النقط. الراجل قال ايه؟ بيقول لك والله معاك نقطة أ وب وج، دول 3 نقط في الفراغ وهي رؤوس مثلث، فإن المركز الهندسي للمثلث عند المستوى الإحداثي س ع يكون مبدئيا كده مركز المثلث عند نقطة تلاقي المتوسطات. طب نقطة تلاقي المتوسطات دي يا مستر أنا بجيبها إزاي؟ بص بمسك رؤوس المثلث التلاتة اللي هم أ اللي هي 3 وسالب 4 وصفر، وب اللي هي 15 وصفر و2، وج اللي هي 0 وسالب 8 و4. في مشاكل كده ولا اي مشاكل ان شاء الله؟ انا عايز اجيب المركز الهندسي اللي هو نقطة ايه؟ تلاقي المتوسطات. بجيبها ازاي؟ بجمع السينات كلها واقسمها على 3. اجمع معايا 15 و3 18، 18 على 3 18 على 3 فيها ال6. طيب بعد كده سالب 4 وصفر وسالب 8 بسالب 12، سالب 12 على 3 فيها السالب 4. حلو. 2 وصفر و4 بقى 6، 6 على 3 فيها الاثنين. يا مستر ليه بقسم على 3؟ حبيبي ما هو ده قانون نقطة تلاقي الايه؟ المتوسطات. لو تفتكر اتكلمنا فيه قبل كده. اجيب زي نقطة تلاقي المتوسطات بجمع السينات كلها واقسمها على 3 والصاد كلها واقسمها على 3 والعين كلها واقسمها على 3. الله ينور. طيب بعد ما جبت المين بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك فإن بعد المركز الهندسي للمثلث عن المستوى الإحداثي س ع يكون ايه علاقته بالبعد عن المستوى س ص؟ صلي بينا على النبي. ما تيجي نجيب البعد عن كل المستويات.
البعد عن المستوى الاحداثي س ص بيبقى هو مقياس العين، صح ولا ايه؟ اللي هو بكام؟ ب2. والبعد عن المستوى الاحداثي س ع اللي هو مقياس الصاد اللي هو بالنسبه لي هنا هيبقى كام؟ 4. والبعد عن المستوى الاحداثي اللي اسمه ص ع هيكون مقياس السين اللي هو بالنسبه لي 6. فهو بيقول لك البعد عن المستوى الاحداثي س ع اللي هو الصاد اللي هو بالنسبه لي كام؟ 4. فهو بيقول لك يا ترى الاربعه دي اكبر من بعده عن المستوى س ص اللي هو بكام؟ اللي هو ب2؟ اكيد لا، لان البعد عن المستوى س ع ب4 والبعد عن المستوى س ص بايه؟ ب2. فبيقول لك هل المستوى، بيقول لك بعد المركز الهندسي المثلث عن المستوى الهندسي س ع يكون اكبر من بعده عن المستوى س ص؟ ليه يا مستر؟ ويا حبيبي هو عن المستوى س ع ب4، هل الاربعه اكبر من الاثنين؟ ايوه. حلو. طيب بيقول لك هل اصغر من او يساوي بعده عن المستوى س ص؟ لا، ما هو لا اصغر منه ولا يساوي، ده ب4 وده ب2، فدي اللي صح. طب هل اكبر من بعده عن المستوى ص ع؟ هو ص ع بالنسبه له كام؟ اللي هي مقياس السين اللي هي 6. الاربعه اكبر ولا 6؟ بقول لك هل الاربعه اكبر من 6؟ تقول له لا طبعا. بيقول لك طب هل اكبر من او يساوي بعده عن مستوى ص ع؟ ما احنا لسه قايلين برضو لا. يبقى ايه الحاجه الوحيده الصح؟ الف، لان هو اكبر من بعده عن مستوى س ص. البعد عن مستوى س ع ب4 والبعد عن مستوى س ص بكام؟ ب2، والاربعه اكبر من الاثنين. شكرا. تعالى نحل اخر سؤال في الصفحه اللي هو رقم 9. طب يا مستر كان في سؤالين في الشرح رخمين جدا احنا اشتغلنا فيهم في الحل ان شاء الله، اللي هو كان بيجي يقول لك ايه؟ كان مدينا 4 نقط، بيقول لك والله عندي نقطه ه والف وب وج ونقطه واو، بيقول لك بعد ه عن نقطه الاصل اللي هي واو بيساوي بعد ه عن الف بيساوي بعد ه عن ب بيساوي بعد ه عن ايه؟ عن ج. المساله دي كانت موجوده معانا في الشرح وحليناها في الشرح واشتغلنا عليها اكتر من مره وجبناها في الامتحان، بس مش موجوده فين؟ في الواجب. هنحلها تاني برضو اخر الحصه عشان تبقى معاك وضامنها. تعال نحل مع بعض السؤال ده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله الشكل المقابل يمثل متوازي مستطيلات. تعالى بس نكبر بدل ما نرسمه. بيقول لك والله الشكل المقابل ده يمثل متوازي مستطيلات أ ب5 و8 و4. معناها ايه أ ب5 و8 و4؟ هي فين نقطة أ؟ اهي. هو انا عشان اوصل لنقطة أ دي، صلي على النبي بقى وافتكر احنا ازاي كنا بنوصل لنقطة. كنت باجي من عند نقطة الأصل اللي اسمها واو وامشي على المحاور لحد ما اوصل لايه؟ لألف. حلو؟ في ناس متخلفة كانت بتعمل ايه؟ تمشي على دي وتيجي من نص الضلع تقول لي انا هطلع لألف. حبيب قلبي ما ينفعش، لازم اوصل لرأس وبعد كده ابتدي اتحرك للرأس اللي بعدها لحد ما اوصل للي انا عايزه. حلو؟ طيب همشي النقطة أ دي اسمها 5 و8 و4، عشان اوصل لها همشي كام في السين؟ 5 في السين. فانا لو خدت سلكت السلوك ان انا همشي في السين الاول، انا همشي من هنا لهنا، فبالنسبة لي السين دي كام؟ 5 سم. وبعد كده طلعت على العين، طلعت على العين كام؟ 4. وبعد كده مشيت على الصاد، مشيت على الصاد كام؟ 8. فانا كده عرفت ان اي بعد في السين اسمه 5، اي بعد في العين اسمه 4، اي بعد في الصاد اسمه 8. بيقول لك بقى انا عايز احداثي النقطة ب، عايز ب دي. يلا حبيب قلبي عشان اوصل لب هعمل ايه؟ همشي مثلا على الصاد، يبقى انا بالراحه بقى، انا لازم امشي من هنا لحد الراس اللي هنا، ما ينفعش امشي كده واروح طالع كده واروح داخل كده، لان ده بالنسبه لي نص ضلع ما ينفعش اعدي منه، لازم اوصل لنقطه. حلو؟ رحت ماشي من هنا لهنا، مشيت على الصاد كام؟ 8. بعد كده طلعت على العين كام؟ طلعت على العين 4. فانا مشيت على الصاد 8 وطلعت على العين 4. هل مشيت اي حاجه في السين؟ لا، يعني السين بكام؟ بصفر. شكرا، يبقى الاختيار ب. طب ثانيا بيقول لك انا عايز احداثيات النقطه ج. فين ج؟ ادي ج يا معلم. ايه ده؟ مش ج ده يا مستر نقطه على محور؟ يعني ليه احداثي في المحور ده والباقي صفار؟ يعني حاجه في العين وس صفر وصاد ايه؟ صفر. ادي س صفر وصاد صفر، وحاجه في العين اللي هو ايه الحاجه اللي في العين؟ اللي هو طول العين اللي هو كام؟ 4. او حاول توصل لها. هاجي من نقطه الاصل اطلع كده، مشيت على الصاد كام؟ 4. مشيت حاجه على السين؟ لا. مشيت حاجه على الصاد؟ لا. يبقى صفر س صفر صاد 4 في العين. في مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ خش معايا اللي بعده. يا كريم يا رب. هنا كان شويه اسئله مقالي. بيقول لك اثبت ان النقط ا وب وج هي رؤوس مثلث قائم، ووجد مساحته حيث ا بتساوي كذا وب بتساوي كذا وج بتساوي كذا، ومديك نفس المثال تاني بس مغير لك ارقام. هحل لك واحد وطبعا التاني ايه؟ زيه بالظبط. حلو؟ بيقول لك والله انا معايا ا وب وج، عايز اعرف النقط دي هل هي رؤوس مثلث قائم ولا لا. انا عشان اعرف، بص الموضوع كله فيه حاجتين. عشان اثبت ان هم على استقامه واحده، او اثبت ان هم
رؤوس مثلث قائم. الاتنين بداية الحل واحد. كنت بعمل ايه؟ بروح اجيب والله أ ب، واجيب أ ج، واجيب ب ج، اجيب كل الاطوال الممكنة. مش هما 3 حاجات اجيبهم كلهم مع بعض، اجيب أ ب وأ ج وبعد كده اجيب ب ج، يبقى انا كده جبت ايه؟ كل الاطوال. واعمل علاقة، والله لو مجموع 2 منهم، يعني أ ب زائد ب ج طلع بيساوي أ ج، لو مجموع 2 منهم طلع بيساوي التالت، يبقى بالنسبة لي كده الجسم على استقامة واحدة، او ال3 نقط دول على استقامة واحدة. طب والله يا مستر انا رحت اشتغلت لقيت ان ايه؟ جربت دي لقيتها مش نافعة، مش ظابطة معايا، يبقى الجسم مش على استقامة واحدة. يبقى ايه اثبات المثلث القائم؟ هو على استقامة واحدة، يا اما يعملوا مثلث قائم، ده اللي عندك. حلو. لما يجي يطلب مني ان هم على استقامة واحدة، اجيب أ ب وأ ج وب ج واشوف هل مجموع 2 بيديك التالت. لو مجموع 2 بيساوي التالت يبقى كده هم على استقامة واحدة. طيب لو انا عايز اثبت انه مثلث قائم، اروح اجيب الأ ب واجيب الأ ج واجيب الب ج، واروح اعمل ايه بقى؟ اقول مجموع 2 منهم كل واحد منهم تربيع. أ ب تربيع وب ج تربيع. لو لقيت ان أ ب تربيع زائد ب ج تربيع بيساوي أ ج تربيع كلها، اذا كده ده مثلث قائم. شكرا خلصت. طب يا مستر خلي بالك ده كان عايز كمان المساحة. حبيب قلبي عايز المساحة، ايه فيها ايه المشكلة؟ مش ده بقى مثلث قائم؟ وانت عارف الضلعين، اللي انت جمعتهم كل واحد تربيع اداك التالت تربيع. التالت تربيع ده الوتر مش عايزينه، مش فارق معانا. لو دي كان اسمها أ ب ج، حلو. بالنسبة لي أ ب انت لسه جايب طولها اللي هو جذر فرق السنان تربيع زائد فرق الصاد تربيع زائد فرق العين تربيع وجبت الطول. وب ج رحت عامل نفس اللعبة وجبت الطول. فانا عايز اجيب المساحة. مساحة المثلث بتساوي ايه؟ نص طول القاعدة اللي انت عارف انها يا ب ج يا أ ج مش فارقة. يبقى نص مثلا ب ج في الارتفاع اللي هو أ ج. طب افرض يا مستر انا عكست، سميت ان دي أ ب ج، فبقت القاعده أ ب ودي يا ابني ما هي مش فارقه، ما انت كده كده تضرب الاثنين في بعض. فنص الاثنين اللي انت كاتبهم هنا، نص ضرب أ ب في ضرب ب ج. في مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ طب يا مستر دول مسالتين حبيبي، اللي يسري هنا يسري هنا. اروح اجيب طول أ ب. اجيب طول أ ب ازاي؟ جذر فرق السنات تربيع زائد فرق الصاد تربيع زائد فرق العين تربيع. حلو. واروح اجيب ب ج نفس الطريقه، اروح اجيب أ ج واقارن بينهم. لو أ ب زائد ب ج بيساوي أ ج، اذا دول على استقامه واحده. لو عايز نثبت على استقامه واحده اللي هو السؤال رقم 2. حلو. طيب السؤال رقم 1 اللي هم فيهم سؤالين، بيقول لك اثبت ان هو مثلث قائم ويوجد المساحه. هتروح تجيب أ ب وأ ج وب ج، تقول مجموع ده تربيع زائد ده تربيع هيساوي 1 التالت تربيع. لو طلع كده اذا ده مثلث قائم، وطبعا هيطلع ايه كده؟ وهيطلع مثلث قائم. عايز المساحه، تقول نص طول القاعده في الارتفاع، واحد من دول القاعده والتاني الارتفاع. شكرا انا خلصت ليلتي. حلو. طيب بيقول لك اذا كان الجيم 5 و5 و9 هي منتصف القطعه المستقيمه اللي اسمها أ ب، حيث ب بتساوي 4 وسالب 2 و1، عايز احداثيات النقطه ايه؟ أ. مش فاهم يا مستر حبيبي، هو المره دي مديك نقطه الايه؟ المنتصف، وطالب منك ايه؟ طالب منك احدى الطرفين. كانت موجوده برضو في الشرح. بص معايا السؤال ده كده، بيقول لك اذا كان الجيم اللي هي 5 و5 و9 هي منتصف القطعه المستقيمه أ ب. يعني انا عندي قطعه مستقيمه اسمها أ ب، ادي نقطه أ ودي نقطة ب. المرة دي هو مش قايل لك عايز نقطة المنتصف، لا هو مديك نقطة المنتصف نفسها اللي اسمها ج. بيقول لك والله عندك ج دي بتساوي 5 و5 و9. حلو. طيب ونقطة أ دي أنا عايزها، تعال نفرضها أي حاجة نسميها س ص ع مثلا. ونقطة ب اللي هي 4 وسالب 2 و1. حلو. عايز نقطة المنتصف اللي هي 5 و5 و9. طيب هو انا قانون المنتصف كان بيساوي ايه؟ كنا بنقول مجموع السينات على الاثنين. هنا السين اسمها س وهنا اسمها 4، يعني س زائد 4 على الاثنين، وصاد زائد سالب 2 اللي هي ناقص 2 على الاثنين، وعين زائد 1 على الاثنين. شكرا. واقسم لي الصفحة ل3، والاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني والثالث بيساوي الثالث. يبقى س زائد 4 على الاثنين بتساوي 5، وصاد ناقص 2 على الاثنين بتساوي 5، وعين زائد 1 على الاثنين بتساوي 9. يلا طرفين في وسطين، بقى س زائد 4 بتساوي 10، او بضرب مقص يعني ده في ده بيساوي ده في ده. فبالنسبه لي س اودي انا الناحيه التانيه بعكس الاشاره، بقى س بتساوي 10 ناقص 4 اللي هي 6. تعالى لي هنا اعمل مقص، بقى ص ناقص 2 بتساوي 10، يعني ص بتساوي، وادي دي الناحيه التانيه بعكس الاشاره بقت 12. تعالى هنا عين زائد 1 بتساوي
18. اذا ع بتساوي 18 وادي الناحيه التانيه الواحد الناحيه التانيه بعكس الاشاره بقت الع بتساوي 17. هو طالب منك ايه؟ بيقول لك عايز احداث نقطه الف، بس انت جبت نقطه الف 6 و12 و17. خلصت. في مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ بص معايا السؤال اللي بعده. الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله اذا كانت ج منتصف ا ب حيث ا بيساوي كذا وب بيساوي كذا فيوجد قيمه ك وم وسالب ن. الراجل دلوقتي مديك الثلاث نقط بس مديك كذا مجهول، من خلال ان انت هتساوي اليمين باليمين السين بالسين والصاد بالصاد والعين بالعين هتبتدي تجيب المجهول اللي اسمه ك والمجهول اللي اسمه م والمجهول اللي اسمه ن. بعد كده تاخد العلاقه اللي هو عايزها. بيقول لك اجمع لي الكاف زائد الميم واطرح منهم الايه؟ النون. طب هم مش معايا يا مستر، ما هو مديك علاقه تجيب منها. ايه العلاقه؟ مديك نقطه المنتصف وشويه مجاهيل، فهتطبق القانون وتقول السين بيساوي السين الصاد بيساوي الصاد العين بيساوي العين، طلع اللي انت عايزه. تعالى كده نجرب. الجيم اللي هي سالب 1 سالب 1 و6 وسالب 5، وروح طبق القانون على طول مش هنضيع وقت. مجموع السينات على الاتنين بقى ك ناقص 2 زائد 2. بص ك ناقص 2 زائد 2 على الاتنين، والصاد اللي هي سالب 1 زائد ن ناقص 7 على الاتنين، تعالى نعمل التالتة تحت معلش عشان مفيش مكان. هنقول م زائد 3 ناقص 2 على الاتنين طبعا، ويقفل القوس. يلا روح قول الاول بيساوي الاول والتاني بيساوي التاني والتالت بيساوي التالت. ك ناقص 2 زائد 2 السالب 2 هتضيع الموجب 2 يبقى لك ان ك على الاتنين بيساوي سالب 1. اذا من هنا الكاف بتساوي سالب 2. عرفتها منين يا مستر؟ ما انا قلت الاول بيساوي الايه؟ الاول. وبعد كده عندك سالب 1 زائد ن ناقص سالب 7 ناقص 7 انا اسف، بقى سالب 1 ناقص 7 بسالب 8 بقت ن ناقص 8 على الاتنين بتساوي كام؟ 6. حلو الكلام. انت بالآلة قول سالب 1 ناقص 7 هتلاقيها سالب 8، فسالب 8 زائد ن على الاتنين بيساوي 6. هي ما هو سالب 8 زائد ن هي ن ناقص 8. يلا طرفين فوسطين واعمل مقص، بقى ن ناقص 8 بيساوي 12. من هنا النون بتساوي ودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة بقى 12 زائد 8 اللي هي 20. طب اللي بعده م زائد 3 ناقص 2 بالآلة 3 ناقص 2 طبعا هتقول موجب 3 ناقص 2 اللي هو بواحد، فم زائد 1 على الاتنين بتساوي 2. اعمل مقص هيبقى م زائد 1 بتساوي 4 ولا دي كام؟ دي سالب 5 معلش. هيبقى م زائد 1 على الاتنين بتساوي سالب 5 اللي هي مقامها 1. يلا اعمل مقص بقى م زائد 1 بتساوي سالب 10. اذا بالنسبه لي م بتساوي وادي الواحد الناحيه التانيه بعكس الاشاره فطلع معايا سالب 11. يلا نعمل اللي هو عايزه بقى. هو عايز ايه؟ والله هو عايز ك زائد م ناقص ن. الكاف بكام؟ بسالب 2، الميم بكام؟ بسالب 11 ناقص ن. النون بكام؟ السالب اهو زي ما هو. النون بكام؟ ب 20. جرب كل ده بالآلة هيطلع لك سالب 33. شكرا انا خلصت المسألة. في مشاكل كده ولا اي مشاكل؟ تعالى نحل اخر سؤال معانا. يلا سمي الله. بيقول لك اذا كانت ا تنتمي لمحور س وب تنتمي لمحور ص وج ينتمي لمحور ع، وكانت النقطة اللي اسمها 1 وسالب 1 وصفر منتصف ا ب، والنقطة اللي اسمها 0 وسالب 1 و2 منتصف ب ج، فانت عايزك توجد احداثي منتصف ا ج. حلو قوي. طبعا عشان اجيب احداثي منتصف ا ج لازم يكون معايا نقطة ا ونقطة ج. هل انا معايا ا ولا معايا ج؟ لا، بس مديك كمية معلومات فوق تقدر تجيب منها الالف والج، بعد كده تروح تطبق القانون فتجيب المنتصف. سمي الله كده وتعالى نحلل المسألة تاني من الاول مع بعض. بيقول لك اذا كانت ا تنتمي لمحور س. يعني ايه ا تنتمي لمحور س كده؟ فكرني يا حبيب قلبي. قلت لك اي نقطة تقع على محور ليها احداثي في المحور ده والباقي صفار، تقع على محور س اذا ليها حاجة في السين وصفر ص وصفر ع. طيب بيقول لك ب تنتمي لمحور ص، يعني حاجة في محور ص وصفر س وصفر ع. طيب وج تنتمي لمحور ع اللي هي صفر وصفر وايه؟ وعين. حلو الكلام؟ فقول لي الكلام كده يا مستر. بيقول لك وكانت النقطة اللي اسمها ا وسالب 1 وصفر دي منتصف ا ب. يعني انا لو رحت جبت منتصف ا ب هيطلع معايا نقطة اسمها 1 وسالب 1 وصفر. هو ايه الواحد وسالب 1 وصفر ده يا مستر؟ دي منتصف ا ب.
طب يلا روح هات لي كده منتصف ا ب. مجموع السينات على الاثنين س زائد صفر على الاثنين يعني س على الاثنين، ومجموع الصادات على الاثنين يعني ص زائد صفر على الاثنين، ومجموع اللي هنا على الاثنين اللي هو صفر زائد صفر على الاثنين مش محتاجها. اقسم الصفحة نصين، الاول بيساوي الاول، اذا س على الاثنين بتساوي 1، طرفين في وسطين او يضرب مقص س بتساوي 2. بعد كده ص على الاثنين بتساوي -1، اضرب مقص هيطلع معاك الص بتساوي -2. شكرا يا مستر انا خلصت. طيب انا كده جبت الس والصاد صح. طب هو مديني معلومة تانية اكيد هجيب منها حاجة. بيقول لك ايه؟ والله ومعاك ان الصفر وسالب 1 و2 هو منتصف ب ج. منتصف ب ج اسمها ايه؟ صفر وسالب 1 و2 دي عشان تجيب منها الايه؟ تجيب منها العين اللي فاضله. بص بيقول لك والله النقطه اللي اسمها صفر وسالب 1 و2 دي منتصف ب ج صح ولا منتصف ايه؟ منتصف ب ج. يلا روح هات لي منتصف ب ج. ادي الب وادي الج، مجموع السينات على الاثنين يعني صفر زائد صفر على الاثنين دي مش محتاجها. مجموع الصاد على الاثنين يعني ص زائد صفر على الاثنين، مجموع هنا على الاثنين يعني صفر زائد هنا على الاثنين. يلا اقسم لي الصفحه نصين وقول ده بيساوي ده وده بيساوي ده. هيبقى بالنسبه لي ص على الاثنين بيساوي -1 لان اليمين بيساوي الشمال واليمين بيساوي الشمال، وعين على الاثنين بيساوي 2. من هنا اقدر اقول ان العين بتساوي 4 ومن هنا الصاد بتساوي -2. كده كده مش فارقالي، انا عارفها من السطر اللي فوق. حلو، يبقى كده انا معايا العين بتساوي 4، معايا العين بتساوي 4، وكمان معايا ان الصاد بتساوي -2، ومعايا ان الس بتساوي 2. يبقى انا كده معايا كل النقط. ما الس دي طلعت ب2 والصاد دي طلعت ب-2 والج دي طلعت بكام؟ ب4. العين طلعت ب4. حلو. طب الراجل عايز منتصف ا ج. هو انا مش الالف كده بقت معايا والج بقت معايا؟ روح هات لي كده منتصف ا ج. مجموع السينات على الاثنين، مجموع الصاد على الاثنين، مجموع العين على الاثنين. يلا بقى 2 زائد صفر على الاثنين اللي هي ب1، صفر زائد صفر على الاثنين اللي هي صفر، صفر زائد 4 على الاثنين بتساوي 2. بقت 1 0 2. شكرا انا خلصت ايه؟ مسألتي. طب يا مستر كان في والله اسئله تقيله في الشرح حضرتك احنا حليناها وما لقيناش شبهها في الواجب. حبيب قلبي دي كام اسئله مستويات عليا انا حاططهم لك في الشرح، او اسئله تقيله شويه انا حاططها لك في الشرح، فايه حليناها مع بعض وشفنا فكرتها، وفي الواجب مختلف عن ده، وفي الامتحان مختلف عن ده. ما ده اللي احنا بنعمله، عمالين نكسر لك جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، ربنا يكرمنا ومقفلين كل الاجزاء. حلو. طيب تعالى افكرك برضه عشان الطالب اللي متابعنا يوتيوب، كان في سؤال مهم لازم تكون فاهم فكرته. تعالى بس نحله ونشوف الدنيا فيها ايه، نختم بيه ان شاء الله. هل يا مستر السؤال ده صعب؟ لا، ده سؤال عادي من التمرين عادي ولا فيه اي مشكله، بس انت كان لازم تسمعه. ليه يا مستر؟ عشان هو في فكره حضرتك ما قلتهاش، او في فكره مختلفه، او في فكره جديده، او في فكره صعبه؟ لا طبعا، اللعبه كلها فين؟ اللعبه كلها ان هو بس شغله الجبري مختلف شويه. انت متعود ان سؤال الفراغيه بحله كده على طول ولا اي حاجه، في ثانيه يا مستر بعد اذنك يلا ايه سؤال الفراغيه ده بالعين ممكن اجيب السؤال الفراغيه. لا حبيب قلبي، في اسئله بتبقى محتاجه شغل جبري، فده بس اللي انا عايز الفت انتباهك ليه، لا سؤال تقيل ولا في اي مشكله. كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك والله انا بالنسبه لي محتاج، انا اجيبه لك برده من ملزمه الشرح. بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك انا عندي نقطه اسمها ه، ونقطه اسمها ا، ونقطه اسمها ب، ونقطه اسمها ج. يا مستر يعني الموضوع كان فيه ايه؟ والله الدنيا وما فيها حبيب قلبي. كنت بقول لك ان انا بالنسبه لي مش محتاج منك بس اكتر من ان انت بص اقرا معايا كده السؤال. بيقول لك ايه؟ بيقول لك حبيب قلبي اذا كانت النقطه اهي على ابعاد متساويه من النقط واو اللي اسمها 0 و0 و0، واو اللي اسمها 0 و0 و0، والف اللي اسمها لام و0 و0، وب اللي اسمها 0 وم و0، وج اللي اسمها 0 و0 ونون. انا عايز النقطه اهي، عايز النقطه ايه؟ هي. والله النقطه اهي دي مش معايا وانا عايز اجيبها. قلت لك اي حاجه مجهوله افرضها معايا س وصاد وايه وعين. تعال نفرض نقطه ه دي س وصاد وعين. حلو. بيقول لك بقى نقطه ه دي بعدها عن واو هو بيساوي بعدها عن ا، بيساوي بعدها عن ب، بيساوي بعدها عن ج. يعني انا طبقت القانون بتاع جذر فرق سنة التربيع، فرق الصاد تربيع، فرق عين تربيع مع نقطه ا، هيطلع هو الناتج لو سويته مع نقطه ايه؟ واو. هيطلع هو الناتج لو مع نقطه ب، هو الناتج لو مع نقطه ج. حلو. طيب فانا همسك كل نقطه من دول اساوي البعد بين اله والنقطه دي بالبعد بين ه وواو، والبعد بين ه وليه اشمعنى يعني هتساوي ه؟
واو به والف، ومره به مره، ومره به ج مره، لان اله واو اسهل حاجه، مش هتظهر لي مجاهيل جديده. ليه؟ لان انا عندي مجهول اسمها س ص ع. حلو. وعندي مجهول هنا اسمه ايه؟ اسمه لام، فانا عايز اجيب اللام، وعايز اجيب الب، وعايز اجيب الميم، وعايز اجيب كل المجاهيل بتاعتي دي، وعايز اجيب س وصاد والعين. اروح مزود على نفسي مجاهيل جديده، ولا لما اجيب ه واو اللي كلها اصفار فاقول س ناقص صفر تطلع بس، صاد ناقص صفر تطلع بصاد، عين ناقص صفر تطلع بعين، وطير مجاهيل واحل مسالتي سهله. لو رحت سويت اله ا باله ب المجاهيل معايا ايه؟ هتكتر. فبساوي اقل واحده بايه؟ بواحده فيها مجهول. عرفت ليه بقول ه واو بيساوي ه ا بيساوي ه ب بيساوي ه ج؟ ليه بساويهم كلهم ب واو؟ عشان اعرف اجيب الحل، لان ده اسهل حاجه ممكن تظهر لي عدد مجاهيل اقل. فتعال نطبق ده كده نشوف الدنيا فيها ايه. هروح اجيب ه واو واساويه ب ه ا. طب هات لي ه واو، مش هي جذر فرق السينات تربيع زي فرق الصاد تربيع زي فرق عين تربيع؟ ده اللي انا بكلمك فيه بقى. س ناقص صفر لكل تربيع اللي هي س تربيع، صاد ناقص صفر تربيع اللي هي صاد تربيع، وعين ناقص صفر تربيع اللي هي عين تربيع. تعال طبق ده على ه ا. س ناقص س الكل تربيع، س هنا ناقص س هنا، فبقى س ناقص ايه؟ لام. احداث الس من هنا ناقص احداث الس من هنا، يعني س ناقص لام، فبقى س ناقص لام الكل تربيع، زائد صاد ناقص صفر اللي هي صاد، فبقى صاد تربيع زائد عين تربيع. يلا عشان اعرف احل دول مع بعض، ربع الطرفين عشان الجذر يتشال، بقى لك س تربيع زائد صاد تربيع زائد عين تربيع بتساوي س ناقص لام الكل تربيع زائد صاد تربيع زائد عين تربيع. الله، اشيل العين تربيع مع العين تربيع، والصاد تربيع مع الصاد تربيع، بقى لك والله يا حبيب قلبي ان س تربيع بيساوي، فك القوس ده تربيع، س تربيع زائد لام تربيع ناقص 2 لام س. حلو. الس تربيع ضيعت الس تربيع، بقى لك ان عندك سالب 2 لام س زائد لام تربيع بيساوي صفر. خد اللام عامل مشترك، فبقى لك سالب 2 س زائد لام بتساوي صفر. اقسم الصفحه نصين، قول اما اللام بتساوي صفر وده مش تبعنا، اني او سالب 2 س زائد لام بتساوي صفر. من هنا تجيب ان الس بتساوي، وادي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، والمضروب بيروح مقسوم، هيطلع معاك الس بتساوي لام على الاثنين. شكرا، طلعت الس بتساوي لام على الاثنين. طب مستر الصاد والعين هتعمل نفس اللعبه، هتقول ه واو بيساوي ه ب، فهتروح جايب قيمه الصاد، تقول ه واو بتساوي ه ج، فتجيب قيمه الايه؟ العين اللي هي بدلاله النون طبعا، فهتلاقي السين طالع معاك لام على الاثنين، والصاد طالع معاك كاف على الاثنين، والعين طالع معاك نون على الاثنين. اذا الحل بالنسبه لي د. شكرا. هل يا مستر السؤال ده كان صعب؟ لا، انا بس عايز اعرفك ان في شغل جبري، مش كل الفراغيه بتتحل على طول. وطبعا في من الامثله ده طلع عين اهلنا في الشرح واحنا بنشرح، شرحنا من ده كتير جدا واشتغلنا عليه كتير جدا. الناس برضو بتاعت الاونلاين اشتغلنا معاهم عليه كتير جدا، ونزل كمان فيه من الواجب وصححنا معاهم ده. حلو الكلام. طيب اتمنى تكون بص على ده، عشان انت لو متابعنا يوتيوب وبتستفاد من اسئله الواجب فكون برضو بصيت على المثال ده، حرام علينا ايه اديناهولك برضو. يبقى طمني عليك، ولو احتجت اي حاجه الرقم موجود، برد على كل الناس وبنفسي، في اغلب الوقت برد بنفسي، فاللي عايز اي حاجه يبعت، تحت امركم في اي وقت. وما تنساش تبقى تطمني عليك. سلام.